عارفين ده ايه؟ انا متأكدة ان اغلبكم ويمكن كمان كلكم عارف ده ايه، لان هو حاجة موجودة من زمان جدا، من قديم الازل، وانا كمان عارفاه من زمان جدا وبشوفه كتير قوي. بس في الحقيقة عمري ما جبته ولا جربته ولا عملته ولا حتى اعرف طعمه عامل ازاي. فالنهارده بقى قررت ان انا اجيبه علشان اجربه، بس طبعا هجربه معاكم وكمان ادوقه معاكم واشوف كده هل هيعجبني ولا لا، واقول لكم رأيي فيه. احلى حاجه فيه ان هو كمان مش غالي نهائي. الشويه دول كلهم كده ب10 جنيه، واللي انا اعرفه ان شويه صغيرين منه قد كده بيعملوا حبه كتير قد كده اهو. فانا هجربه بالطريقه اللي انا شفته بيها، وكمان لقيت منه ملون وفي منه ساده، فطبعا الملون شكله احلى بكتير قوي، شكله كده مبهج. فيلا بينا كده نروح على البوتاجاز نعمله سوا، وبعد ما يجهز اجربه معاكم واقول لكم رايي فيه. جبت حله غويطه وحطيت فيها شويه زيت كتير وولعت عليها النار والزيت بدأ يسخن. بس انا هجرب في شويه صغيرين خالص في الاول، عشان انا مش عارفه هل الشويه الصغيرين دول هيبقوا كتير قوي ويملوا الحله ولا لا. فعشان دي التجربه الاولى فهجرب في الشويه دول. ومعايا الكاميرا شغاله زي ما انتم شايفين كده علشان نشوفه وهو بينفش ويستوي كده مع بعض على طول. بدأ ينفش اهو زي ما انتم شايفين، بصوا بيكبر. فيا ترى انا كده عملت الطريقه الصح؟ اعتقد انا كده عملت الطريقه الصح. بصوا بصوا، والله الالوان كمان شكلها تحفه، شكله حلو جدا. شايفين عامل ازاي؟ انا اعتقد ان انا كده عملته بالطريقه الصح، وكويس ان انا محطتش حبه كتير علشان خاطر هو فعلا بيكتر جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. وهو كمان بيستوي بقى وبينفش كده في ثواني. انا اعتقد ان هو خلاص كده استوى، بيتهيألي كده كمان جدا. هطلعه بقى وبعد كده جري ادوقه معاكم واقول لكم رايي. شكله تحفه بجد، الالوان بتاعته خطيره كده ومبهجه. يا رب بقى طعمه يطلع زي شكله. تعالوا كده ندوق واحده. انا ولا حطيت ملح ولا بهارات ولا اي حاجه خالص، عايزه ادوقه كده واشوف هل هو هيحتاج حاجه ولا لا. بسم الله. مم. جامد جدا. احلى حاجه فيه ان هو مش محتاج ولا بهارات ولا ملح، وكمان هش جدا، ولا معضم ولا ناشف ولا اي حاجه خالص. واضح ان هو هيبقى الادمان بتاعي الفتره الجايه، وكانت تجربه بالنسبه لي حلوه جدا، وباذن الله هكرره تاني وهعمله على طول.